من أعماق قلبي إن على كل المباركة. يعني يا رب الدعوات دي تبقى من نصيبي، يا رب الدعوات دي تبقى من نصيبي، لأنه بصراحة دعوات كتيرة قوي. لو الدعوات دي من نصيبي يبقى أكيد ربنا هيثبتني إن شاء الله يا رب بإذن الله. أنا مبسوطة قوي قوي بالخطوة دي، ومبسوطة بدعمكم جدا جدا. ما كنتش اتخيل ده خالص، وما كنتش اتخيل ده كمان من ناس كتير حواليا. كنت متخيله بقى ان هم قعدوا لي بقى وحجاب وبتاع ويا بنتي فكك بقى والحاجات دي. على عكس من ده كل الناس كانت داعمه جدا ليا، وقالت لي كلام حلو قوي وقالوا لي كلام خلاني بقيت متاكده قوي من القرار اللي انا خدته. والحمد لله ان المره دي في حياتي القرار ده ملوش اي علاقه باي هو جاي مني ومن يعني جاي من جوايا. بس طبعا I cannot deny انه الولد ده جيب لي عيش بلدي ده حطيت له فلتر كمان. نجحتش معلش. بجد ساعدني قوي. يعني لما قلت له عايزه اعمل كده قال لي عايز تاخديها بالراحه، عايز تعملي ايه؟ انا يعني جيت قلت له القرار، فكان داعم جدا ليا. وده بيفرق قوي 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 لما يبقى جوزك يبقى بيدعمك وموافق على القرار وحبه ومحسسك انك عامله حاجه حلوه قوي. وفي نفس الوقت نزل معايا وجبنا شويه حاجات البسها اليومين اللي جايين دول لحد ما اشوف الحاجات اللي انتوا بعتناها لي واجيب حاجات لذيذه. بس كنت عايزه بس اليومين دول يمشوني الاول. ردود افعال كل الناس اللي حواليا كانت تجنن، واهمهم لارا بنتي صراحه. يعني هي اصلا اللي خلتني ما ترددتش ابدا ان انا اخد الخطوه دي. ربي يجعلها من البنات الصالحات وكده، وتبقى وتيجي في وقت كده هي كمان تتحجب. هي من نفسها لما قلت لها كانت داعمه جدا جدا ليا، كانت فرحانه بيا جدا بصراحه. فالحمد لله الحمد لله. ويا رب القرار ده يفتح نفس ناس كتير على الخطوة دي، او حد كان قلقان ربنا يثبتهم يا رب، ثبتنا جميعا يا رب. انا لسه زي ما انا، مفيش اي حاجة فيا اتغيرت. انا يمكن هديت شوية، حاسة براحة شوية، حاسة ان انا مطمئنة شوية، وحاسة ان انا مبسوطة وفخورة جدا. شكرا جدا جدا على دعمكم بجد من قلبي بجد. شكرا. امتنانها للمتابعين الكتير